هو البشاميل ما بيتعملش غير من المكرونه وبس؟ اكيد لا. تعالوا نعمل صينيه كوسه بالبشاميل جوسي كده وغرقانه في البشاميل. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه في شويه زيت وسمنه بلدي هنزل بالكوسه متقطعه شرايح رفيعه وهشوحها مع شويه توابل هكتبها لكم في الكابشن، واهم حاجه ان احنا نوصل للون الحلو ده. بعد كده هنشيلها على جنب في نفس الطاسه هنزل باللحمه المفرومه من غير اي دهون وهنزل عليها بتوابل برده هكتبها لكم. اول ما احس انها اتحمرت واخدت لون كده هنزل بالبصله والثومه ونشوحهم كويس. نضيف شويه تريكات كده لحشوه اللحمه بتديها طعم حلو قوي زي الجزر، معلقه صغيره من الصلصه وكمان فلفل اخضر، ريحه حلوه كده ونشيلها على جنب. تعالوا بقى نعمل صوص البشاميل. انا دايما بحب اي حاجه فيها بشاميل ان يكون كتير. تاني حاجه مقدار الزبده يكون اكتر من الدقيق مش قد بعض عشان الصوص ما يكلكعش معاكم ويطلع ناعم زي ما انتم شايفين كده من غير ما نصفيه ولا اي حاجه. تعالوا بقى نحط الطبقات. اول حاجه في الصينيه هحط صوص البشاميل وعليه شرايح الكوسه وبعد كده حشوه اللحمه وهكذا لغايه ما نخلص خالص. واخر حاجه على الوش صوص البشاميل الكتير بقى اللي احنا كنا عاملينه بزياده، هو ده اللي هيديكوا الطراوه واللون الحلو ده. وبس كده هتاكلوا احلى كوسه بالبشاميل. هستناكم تجربوها ومتاكده انها تعجبكم جدا.